يا مدام عليا، اسمعي كلامي، أنا مش هضرك. النهاردة تدبي مع جوزك خناقة وتسيبيله البيت. عارفة إنه ما بيغلطش، اتلككي على أي حاجة، وده هيستفز شخصيته الضعيفة جدا. في البداية هيرفض وهيحاول يمنعك، بس انت تصممي. عايزاكي وانت ماشية تقوليله كلام يوجعه. غالبا مش هيحاول يصالحك، ما تقلقيش. هو كده هيكون دخل في مرحلة التبلور الذاتي للشخصية القوية، الشخصية المسيطرة اللي هتتولد جواه بعد الموقف ده. ومتأكدة لما يروح لك عشان ياخدك هتشوفي حازم جديد خالص، حازم غير حازم القديم اللي انت تعرفيه. قفلت عليا التليفون بعد ما خلص وقت السيشن الأونلاين مع دكتورتها، واستنت حازم جوزها لما رجع عشان تنفذ التعليمات بحذافيرها. وفعلا من يومها وكل حاجة اتغيرت، وحازم اتبدل تماما. وحصلت المفاجأة اللي زلزلت عليها. ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا، عيلة مروة عزام. وحشتوني جدا جدا. قصتي النهاردة موجهة لستات معينة، أي نعم هم مش كتير بس موجودين حوالينا، والقصة دي معمولة مخصوصا عشانهم. بشكر فريق العمل على مجهودهم وتميزهم، الكاتبة ريناد يوسف وفويس اوفر فاطمة سيد. ودلوقتي تعالوا نشوف عليا قالت ايه لجوزها أول ما رجع من الشغل، وازاي بدأت خطتها في تغييره. يلا بينا نسمع مع بعض. ايه يا حازم اللي انت جايبه ده؟ ايه الفاكهة المفعصة والمخلل البايظ ده؟ وايه العيش المحروق ده كمان؟ هو انت ما تعرفش تجيب حاجة زي الناس ابدا؟ ده انت حتى البياعين بتستقردك وبتضحك عليك، وبيدوك البايظ بتاعهم اللي محدش هياخده غير واحد اهبل ما عندوش شخصية خواف زيك. عليا انت قليلة الادب ومش محترمة، وانا مش هرد عليكي. انا هتصل بابوكي يجي يشوف بنته المحترمة بتقول ايه لجوزها. لا مفيش داعي يتكلم حد، انا رايحة لبابا بنفسي وهقوله على كل حاجة. ولو انت عندك ذرة رجولة ما تحاولش تتصل بيا تاني، انا حقيقي ندمانة على جوازي من راجل بشخصيتك دي. خلصت كلامها واخدت شنطة هدومها اللي كانت محضراها وبنتها نادين، وسابت البيت ومشيت. وهو فضل واقف مكانه ساكت، مش قادر حتى يستوعب اللي قالته عليا مراته، ولا قادر يعرف السر ورا تغيرها معاه في الفترة الأخيرة. من بعد ما كانوا أسعد زوجين في الدنيا، فضل قاعد على الكنبة ماسك تليفونه وباصص للفراغ، وانتبه لما رن تليفونه، وأول ما بص فيه اتنهد بتعب وفتحه. وبمجرد ما قال ألو جاله صوتها المريح بتقوله: ايه يا حبيبي، مش بتفتح رسايلي ليه؟ على فكرة انت وحشتني جدا، وعارف انك بتوحشني ومع ذلك ما بصعبش عليك نهائي. انت عايزة مني ايه؟ او شايفة فيا ايه مخليكي متعلقة بيه بالشكل ده؟ ايه عاجبك فيا؟ شايفة فيك كل حاجة حلوة، شايفة فيك راجل اي ست تتمناه، شايفك قد المسؤولية، شايفك حنين وعندك قدرة على الاحتواء، عندك قدرة رهيبة. شايفك راجل يا حازم في زمن الرجالة فيه بقيت بالاسم وبس. لحظات من السكوت مرت، وبعدها قالت له بنبرة رجاء خلت قلبه ضعف: حازم أنا عايزة أشوفك. صدقني لما بتبعد عني ما بحسش بطعم أي حاجة في الدنيا. صحيح إحنا ما بقالناش كتير عارفين بعض، بس أنا حاسة إني أعرفك من زمان. حازم أنا بحبك ومحتاجلك قوي. كم كلمة طلعوا منها في وقت هو في أمس احتياج ليهم، خليته قارن بينها وبين عليا مراته، وبين كلام كل واحدة فيهم. كلامهم هما الاتنين بيستفز رجولته بس بطريقة مختلفة. واحدة بتحسسه انه ملوش اي لازمة في الحياة، والتانية بتحسسه انه هو الحياة بالنسبة لها. واحدة بتجرح وواحدة قادرة بكلمتين ترمم وتداوي. اتنهدوا من غير مقدمات قال لها: تتجوزيني؟ طبعا موافقة يا حازم، وصدقني عمرك ما هتندم على القرار ده. أنا وإنت ناضجين ومحتاجين بعض، وهنهيئ لنفسنا كل السبل عشان الجوازة دي تنجح وتكون جوازة العمر كله. وأمرتك كمان هتبقى صاحبتي، وبكرة هتشوف أنا هخليك قاعد وسط حريمك الاتنين زي السلطان كده، ما بيقعدوا حواليه حريم وبيخدموه. وإنت سلطان قلبي اللي مش هيشوف معايا غير أيام حلوة وبس. وفعلا تاني يوم راح لها واتفقوا على كل حاجة، واتجوزوا في اليوم اللي بعده. وكانت جوازة سريعة غير مكلفة ولا متكلفة بالمرة. وحازم ما كانش مصدق ان الموضوع تم بالسهولة دي. اما عليا مراته ففضلت قاعدة في بيت اهلها ماشية على كلام دكتورة العلاقات الزوجية بتاعتها، ومستنياه هو اللي يكلمها وتشوف شخصيته الجديدة، لكنه ما بيتكلمش. عدى اسبوع واتنين وشهر، وهو كل اللي عمله انه حول لها فلوس على المحفظة بتاعتها ليها ولبنتها.
ولما لقيت المدة طولت اتصلت بالدكتورة عشان تسألها تعمل ايه، والدكتورة ردت عليها بمنتهى الهدوء وقالت لها اثبتي على موقفك واوعي بدري أو تتراجعي، كده هتضيعي كل تعبنا على الفاضي. هو خلاص أكيد دلوقتي جاب آخره. في علم النفس الشخصية اللي زي شخصية جوزك دي نفسها ما بيكونش طويل في الخصام، والشهر ده هو أقصى حاجة عنده. الوحيدة اللي ما كانتش راضية عن اللي بيحصل وشايفة إن في حاجة غلط هي صاحبتها نرمين اللي متجوزة في محافظة تانية، واللي كل ما تكلمها وتعرف إنها لسه في بيت أهلها وبتنفذ على جوزها كلام الدكتورة تقول لها على فكرة بقى الدكتورة دي كلامها غلط وهتضيعك وهتخرب بيتك، مش الكل بنسمع كلامه يا عالية ونلغي عقلنا كده. كانت عالية بترد عليها بكل ثقة يا نرمين انتي بتتكلمي ازاي؟ دي واحدة متعلمة ودارسة وفاهمة شغلها كويس، وحقيقي من يوم ما مشيت على نصايحها وانا حياتي اختلفت تماما وبدأت تاخد الشكل اللي بتمناه. بصي يا نرمين من الآخر كده انا مرتاحة مع الدكتورة دي واللي هي بتقوله بيحصل لي فعلا، فانا مش هسمع كلامك انت يعني واكدب حقيقة قدامي. سلام دلوقتي نادين بتعيط هقوم اشوفها عايزة ايه. قفلت عالية الكلام مع نرمين كالعادة وبصت لبنتها اللي بتلعب بألعابها وساكتة، وبدأت تستعد لاستقبال جوزها في أي وقت وتتدرب على رد الفعل اللي هتقوله له. وأثناء ما هي سرحانة قعدت جنبها أمها وقالت لها مش هتعقلي بقى يا عالية، على فكرة لا أنا ولا أبوكي عجبنا عمايلك مع جوزك ده، الراجل حتة سكرة يتحط على الجرح يطيب، انت عايزة ايه منه؟ على الأقل قوليلنا سبب لغضبك وسيبانك لبيتك، إنما اتخانقنا مع بعض دي ما تدخلش عقل عيل صغير، جوزك هيضيع منك، دي الست مكانها في قلب الراجل ما بيفضلش كده خالي وما بيفضلش مستنيها كتير، في 1000 واحدة يا حبيبتي واقفين ومستنيين أي فرصة يستغلوها عشان مش لاقيين. لا اطمني يا ماما مش حازم اللي يعمل كده، حازم أجبن وأضعف من إن ياخد قرار زي ده، البصبصة للرجالة اللي مقطعين السمكة وديلها، لكن حازم بيتلاشى السمكة وديلها كمان عشان يعيش في هدوء، شخص ممل. على العموم لو زهقتي مني انتي وبابا اطمنوا أنا مش هطول عندكم أكتر من كده، كلها يومين وحازم جاي ياخدني. ردت عليها أمها وهي حزينة بقى كده يا عالية؟ ده اللي فهمتيه من كلامي يعني إننا زهقنا منك أنا وأبوكي؟ طب هو احنا عندنا أغلى منك ولا عندنا غيرك أصلا؟ أنا هقوم أعمل أكل لنادين حاكم، انت كلامك بقى تقيل قوي واللي يتكلم معاكي لازم يطلع من الحوار زعلان، الله يكون في عون اللي في بالي. قامت أمها دخلت المطبخ وهي بتدعي لها بالهداية، وعالية حست بضيقة من كلام أمها ففتحت تليفونها وفضلت تقلب في الفيسبوك عشان تضيع الوقت والملل اللي هي فيه. وفعلا ما عداش يومين ولقيته جه البيت عشان يرجعها، بس المرة دي كان متغير فعلا، ملامحه حادة ومش بيبص في وشها، ما حسيتش منه لهفته عليها وعلى بنته، بالعكس زمان لما كانت تغيب عن عينيه 2-3 كانت تشوف شوق الدنيا كله فيهم، ما رضاهاش وتأسف لها حتى وهي غلطانة زي ما بيعمل كل مرة، وده اللي هي عايزاه بالظبط. بص لها بعد ما سلم على بنته وباختصار قال بعد إذنك يا عمي بدون دخول في تفاصيل، عالية لو حابة ترجعي البيت اتفضلي لمي حاجاتك وحاجات البنت، مش حابة هسيب لكم مصاريفكم وامشي. محدش يا ابني هيسأل عن تفاصيل مادام جاي ترجع بنتك ومراتك وتلم شملكم. معلش يا حازم حقك عليا أنا، حقك عليا يا ابني من غير ما أعرف اللي حصل إيه بينكم، بس أنت واخد على خاطرك وزعلان ودي مش عادتك، ومعنى كده إن بنتي هي اللي غلطانة. أنت فوق دماغي يا عمي ومقامك كبير جدا، تعتذرليش على حاجة ملكش ذنب فيها، أنا مرضاهاش عليا والله. ها يا عالية ما قلتيش رأيك إيه؟ لا طبعا حابة وهرجع معاك، البيت وحشنا أنا ونادين جدا وإنت كمان وحشتنا. ابتسم أبوها وأمها هي كمان فرحت، وحتى نادين بنتهم سقفت بفرحة. الوحيد اللي كان متضايق هو حازم اللي جاي النهاردة يرجع عالية لسببين، أولهم بنته وتانيهم إن مراته الجديدة هي اللي طلبت منه ده، وقالت له كفاية كده عشان خاطر بنتك نفسيتها ما تتعبش، هي ملهاش ذنب في خلافاتكم. ورجعت عالية مع حازم اللي كان متلاشيها نهائي، الكلام في حدود السؤال على حاجة والقعدة في وجود بنته عشان يلعب معاها، غير كده يا نايم يا في أوضة البنت يا بره البيت. كانت في البداية فرحانة بالوضع ده وبتحاول تتقرب منه بأي طريقة، وشايفاه بقى جذاب جدا وهو تقيل كده وليه شخصية، لكن الموضوع زاد عن حده قوي. كانت حاسة إنها بتخسر جوزها يوم بعد يوم، كل مرة تبصله تلاقيه أبعد حتى وهو قاعد جنبها. وفي يوم قالت له حازم مش كفاية لحد هنا؟ على فكرة الموضوع بقى سخيف جدا
واحنا ما انفصلناش يعني عشان كل واحد يكون في حاله. يا سيدي لو لسه زعلان مني فانا متأسفة وبعتذر لك للمرة اللي مش عارفة عددها. وانت المفروض بقى فارق معاكي زعل حازم الضعيف الجبان اللي مش مالي عينك؟ بتعتذري لي على ايه؟ على نظرتك فيا اللي كشفتيها بمنتهى السهولة وعلى أدفع موقف؟ ولا على كل اللي عملته عشانك وانت قابلتيه بالكره والاستصغار؟ ولا على كل الحب اللي اديتهولك ومفهماني انك بتحبيني وطلعتي بتخدعيني وتكدبي عليا؟ بس انا حقيقي بحبك يا حازم، بحبك وبحترمك ومش بكدب عليك ابدا في النقطة دي. بيبان يا عالية، صدقيني بيبان. عارفة انا مرضتش اقول لابوكي على اللي عملتيه واللي قلتيه ليا برغم انك غلطانة من ساسك لراسك فيا، عشان صورتك قدام ابوكي وامك ما تتهزش. ما حبيتش اخيب املهم في بنتهم الوحيدة، مع انك ما اهتمتيش بصورتي قدام بنتي لو كانت سمعت بودانها امها بتهزق ابوها، وده الفرق بيني وبينك. خلص كلامه وسابها ودخل اوضة بنتهم وفتح تليفونه وبدأ يتكلم مع مراته التانية، الإنسانة الوحيدة اللي بتقدر تمتص غضبه وتهديه وتهون عليه أي وجع، عكس عالية خالص اللي ما وراهاش غير الوجع وبس. وعالية فورا كلمت الدكتورة زي كل مرة عشان تقولها تتصرف معاه ازاي. فضلت تحكي لها كل اللي حصل من ساعة ما رجعت البيت، وكل تصرف غريب صدر من حازم، وكل كلمة وجعتها منه، والدكتورة كانت بتسمع وساكتة خالص. وبعدين قالت لها معلش تلاشينتي كمان كام يوم كده وبطلي محاولاتك في التقرب منه، وهتلاقيه هو لوحده جالك وصالحك. هو بس مجروح منك جامد وكرامته ناقحة عليه، وده اللي غيره وغير شخصيته بالشكل ده. واقترحت عليها اقتراح غريب شوية. عالية اسمعيني، أنا محتاجة أشوف حازم جوزك عن قريب، أدرس حركاته وتعبير وشه وهو بيتكلم. شخصيته بدأت تاخد منعطف إحنا مش عايزينه، وشكلنا خلقنا جواه إنسان مكسور وفاقد الثقة في اللي حواليه، بدل ما نخلق شخصية قوية ومتجددة. وده لازم أحدده بعيني، مش لازم خلال وصفك ليا وكلامك عنه. عالية في الأول اترددت، بس بعدين وافقت، واتفقوا إن الدكتورة تيجي على إنها صاحبتها وجاية تزورها عادي. وفي الميعاد وصلت فعلا وكانت بتخبط على الباب. فتحت لها عالية ودخلتها واستقبلتها كويس. بعد شوية وصل حازم، وقف مكانه مصدوم، ما كانش متوقع إنه ممكن يكون في ضيوف. عالية ابتسمت وقالت له حازم تعالى، دي نيفين صاحبتي جت تزورني وتطمن عليا عشان بقالي فترة مش بتواصل معاها، وده بقى حازم جوزي. حازم سلم وبعدها دخل أوضته وبدأ يراسل مراته التانية. فدخلت عليه عالية وقالت له ايه يا حازم يا حبيبي، مش عيب ما تقعدش جنب ضيفتي كده شوية وتحييها؟ البنت عايزة تمشي، بتقول ان الظاهر جوزك اتضايق من وجودي في بيته. لو سمحت اخرج اقعد معانا شوية قبل ما تنزل تجيب نديم من الدرس. اتردد حازم في الخروج، لكن جات له رسالة على تليفونه من مراته التانية، حبيبي اخرج اقعد معايا شوية، ده انت وحشني جدا وجاي عشان اشوفك، تعالى وانت شكلك قمر كده النهاردة. ابتسم حازم وخرج قعد معاهم، وطول الوقت نيفين بتتكلم معاه وتفتح مواضيع وهو يرد عليها. وعالية كانت قاعدة مبسوطة وعادي معاها الاندماج اللي حصل ما بينهم، لا وفرحانة بيه كمان. عدى الوقت ونيفين استأذنت ومشيت، وحازم بص لعالية وسألها تعرفيها منين الست دي؟ بنتمرن في الجيم سوا. طب قومي جهزي لي الأكل، ولا مش ملاحظة اني ما اكلتش من ساعة ما رجعت من الشغل؟ خلص كلامه وبص في تليفونه كأنه بينهي معاها الكلام. فقامت تعمل له الأكل وبالمرة تراسل الدكتورة نيفين وتعرف منها اكتشفت ايه في حالة جوزها. بعتت لها، بس الغريبة ان نيفين كانت قافلة نت على غير عادتها ومردتش عليها في نفس اللحظة زي كل مرة. فسرحت وهي مبتسمة ومتأكدة ان نيفين بعد المقابلة دي مع حازم عرفت كل مفاتيح شخصيته وخلاص كده بقت قرية أكتر. وفي الأثناء دي افتكرت اليوم اللي عرفت فيه دكتورة نيفين وطلبت مساعدتها. الحكاية بدأت في يوم عالية كانت قاعدة ماسكة تليفونها وبتقلب في الفيس، وشفت جروب اسمه للمتزوجات فقط. دخلت فيه تستكشف محتواه بفضول، فلقيت فيه ستات بتحكي عن جوازها، اللي بالسوق واللي بالطيب، واللي بتحكي عن مشكلة خاصة بينهم وبتحكم فيها باقي الستات. فشافت ان الموضوع مسلي، ففضلت متابعة في الجروب لحد ما قرت مشكلة غريبة جدا. واحدة بتشتكي ان جوزها مثالي زيادة عن اللزوم، ما بيرفض لهاش طلب، ومطيع وبيعتذر لها حتى لو هي غلطانة، وبيتمنى لها الرضا ترضى، وده مش عاجبها. حاسة ان شخصيته ضعيفة ونفسها جوزها يكون باد بوي، تكون له شخصيته وله قراراته وما فيهاش مناقشة ولا فيها رجعة، يكون قاسي عليها أحيانا وحنون أحيانا، مش ماشي طول الوقت بشخصية واحدة. لما خلاها ملت منه، والبوست كان جايب كومنتات رهيبة
وأغلبهم بيقول لها إن فعلا الشخصية دي روتينية ومملة وليها حق تزهق منه. ومن ضمن الكومنتات واحدة كتبت لها إنها خبيرة علاقات زوجية وشغلها أونلاين وتقدر تساعدها في حل مشكلتها وتعلمها إزاي تغير جوزها وتخلي حياتها بالصورة اللي هي عايزاها. وتحت الكومنت بتاعها في رد من 2 بيأكدوا كلامها وبيقولوا إنهم فعلا استعانوا بيها وحياتهم الزوجية اتغيرت للأحسن. فلمعت الفكرة في دماغ عالية، دخلت على الأكاونت بتاعها وفضلت تقلب فيه ولقيت كمية ستات كتيرة بيشكروا فيها وبيشيدوا بيها وبإنها أشطر دكتورة في المجال. فدخلت رسلتها والرد جالها في ثواني من الدكتورة: أيوة يا حبيبتي، معاكي دكتورة نيفين، أخصائية علاقات زوجية وأسرية، اتفضلي أقدر أساعدك إزاي؟ عالية بعتت لها بعد تردد مدامش غير لحظات: بصي يا دكتورة، أنا عندي مشكلة منغصة عليا حياتي، مع إن محدش من اللي حواليا معتبرها مشكلة من الأساس. مشكلتي تشبه مشكلة البنت اللي على الجروب اللي كانت منزلة إن جوزها مثالي جدا وهادي وروتيني. ده للأسف نفس طبع جوزي وحياتي معاه مملة جدا، وللأسف مش شايفاه الراجل المناسب ليا. دايما حاسة بنقص وإني عايشة لوحدي بدون راجل. أنا محتاجة راجل يزعقلي كده أوقات ويتعصب عليا، الراجل أخاف منه. ردت عليها نيفين برسالة: أستأذنك تكلميني صوت عشان أفهم منك تفاصيل أكتر وأفهمك حل مشكلتك دي، بس قبلها معلش هتحولي لي 200 جنيه رسوم الكشف على المحفظة. ردت عليها بدون نقاش: تحت أمرك طبعا. ومفيش دقيقة ونيفين لقيت ال 200 جنيه متحولين لها، فقالت لعالية تتصل بيها على نفس رقم التحويل وسمعتها بتركيز وأخدت منها كل بياناتها ومن ضمنهم اسم جوزها بالكامل وكل المعلومات عنه. وبعد ما عرفت كل كبيرة وصغيرة عن حياتها وأدق التفاصيل عن جوزها، بدأت معاها رحلة النصايح اللي هتغير حياتها وشخصية جوزها، وهي ماشية على نصايحها لحد النهاردة. أما نيفين فكانت بتسمع كلام عالية عن حازم جوزها وهي مش مصدقة إن في راجل بالمثالية دي، وخصوصا إن طليقها كان عكس كده خالص، كان قاسي ومتسلط ونرجسي، وعانت معاه لحد ما اتطلقت منه. فسيطرت عليها فكرة قوية إن واحد زي حازم مراته الهبلة مش عارفة قيمته لازم يكون معاها هي. كانت مستغربة عالية ومتطلباتها ومشكلتها التافهة، هو في واحدة تكره إن جوزها يبقى حنين ومثالي كده؟ وبدأت نيفين على طول تعمل تحرياتها عن حازم، وأول حاجة عرفتها عنه الأكاونت بتاعه، ودخلت شافت صورته وعجبها جدا، وشافت شعبيته وحب الناس ليه وردوده المثقفة المحترمة، وتأكدت إنه مش ضعيف الشخصية أبدا، كل الحكاية إنه هو بس متربي 10 مرات. وعالية عشان غبية ترجمت ده على إنه ضعف شخصية، فرحت له مكان شغله بحجة إنها عميلة وتعرفت عليه، وبدأت تتردد عليه يوميا، وأخدت رقم تليفونه وابتدت تسحبه ليها بحرفة وسهولة لأنها عارفة وحافظة كل تفاصيله وفاهمة هتشتغل على إيه، ودارسة مناطق ضعفه كويس، واللي بتخلي مراته تعمله معاه هي بتعمل عكسه تماما، بتسمعه اللي محتاج يسمعه، وهي عارفة إن أي راجل في الدنيا بيقصره التفخيم والاهتمام. وحزم أكتر شوية لأن مراته كسراه، وفعلا بدأ يتعلق بيها مع إنه ما اعترفش بده أبدا. في البداية كان بيصدها لكنه استسلم في النهاية وأخدته. خلصوا الغدا وفتحت عالية التليفون، لقيت نادين ردت عليها: ما تعمليش، دوري وراها تلاقيه مخبي عنك حاجة أو في حياته ست غيرك. اتجننت عالية من كلامها، فضلت تسألها أسئلة كتير ونيفين بترد عليها بجملة واحدة: فتشي وراه. وفعلا عالية خلته نايم وبصمته على الموبايل وفتحت تليفونه وشافت مكالمات كتير بينه وبين رقم واحد. اتصلت بالرقم ده وثواني وسمعت صوت نيفين وهي بتقول لها: مش قلتلك دوري وراها هتلاقي ست تانية؟ أنا الست التانية دي، وقبل ما تسأليني أنا ليه عملت كده هجاوبك. أنا عملت كده عشان حازم خسارة فيكي، وفي أي واحدة غير سوية بتدور على علاقات سامة وبتسعى إنها تدمر شخصية حلوة زي دي، شخصية ما بقاش في منها في الزمن ده أصلا. روحي دوري بقى على الباد بوي اللي نفسك فيه، وخدي بالك أنا مسجلالك كل كلامك عنه، كل كبيرة وكل صغيرة، حتى أداء التفاصيل الخاصة واستهزائك بيه. اتصدمت عالية ومردتش، قفلت معاها وصحت حازم وسألته بالدموع: ليه يا حازم؟ عملت فيه كده ليه؟ بص للتليفون اللي في ايديها وفهم انها عرفت، فرد عليها بهدوء: انا ما عملتش حاجة فيكي، انت اللي عملتي، وعملتي كتير قوي يا عالية، وانا اتحملت منك فوق طاقتي. شفت منك عدم احترام واحساس ملازمني طول الوقت باني مش كفاية، مش راجل، مش مالي عينك. فالطبيعي لما الاقي الست اللي لملة عينيها وتشوفني احسن واحد في الدنيا اتجوزها، ست عارفة ايه اللي بيسعدني وبتعمله من غير حتى ما اطلب منها.
ست بتبعد عن أي حاجة بتضايقني، ست قرياني أكتر من نفسي وبتفهمني بدون أدنى مجهود. ودلوقتي اختاري، هتقعدي معايا زوجة تانية ونربي البنت، يا إما تطلقي. اتجوزتك؟ طب على فكرة بقى، هي لا قرياك ولا فهمتك مجهود شخصي، دي أخدت كل المعلومات عنك مني. الست دي نيفين تبقى دكتورة العلاقات الزوجية بتاعتي، واللي خربت حياتي في الفترة الأخيرة بنصايحها، وأنا فكرها بتساعدني، أتاريها بتمهد لنفسها. نيفين مش شايفاك أكتر من فرصة واغتنمتها، ولو مش مصدقني اتفضل شوف كلامها معايا والرسائل اللي ما بيننا، شوف كل حاجة. أنا عايزة على فكرة، مش فارق لي. أخد حازم منها التليفون وبقى يقلب فيه وهو مذهول، وبعد ما خلص بصلها وسألها: اللي أنا شفته وقريته ده، انت ازاي تطلعي أسرار بيتك بالشكل ده؟ وازاي تحكي عني بالطريقة دي مع حد؟ هي غشاشة، بس انت كمان خاينة. ولعلمك هي ولا دكتورة ولا حزنون، دي يا دوب واخدة دبلوم تجارة، يعني عرفت تشتغلك وانت اندلقتي زي الجردل، وصدقتيها زيك زي غيرك من الستات ام ربع عقل اللي بيصدقوا اي حد على السوشيال ميديا. عالية، لو سمحتي لمي حاجاتك، انا هوديكي بيت اهلك لانك خلاص ما بقيتيش تنفعيني. لا يا حازم ما تخربش بيتنا. انا والله العظيم كان قصدي ان اغير شويه من شخصيتك، اقضي على الروتين اللي هيبوظ حياتنا ويطفيها واحده واحده. خفت على علاقتنا مش اكتر. والله انا شخصيتي دي هي اللي جيت اتقدم لك بيها، وقضيتي معايا سنين خطوبه وسنين جواز. لما هي مش عاجباكي قوي كده، ما انفصلتيش ليه عني من البدايه؟ ولا شفتي حد شخصيته عجبتك فقلتي اخلي جوزي نسخه منه؟ لا يا حازم، مش انا اللي اتقال الكلام ده، فوق، ده انا عالية مراتك اللي بتحبك. اللي بيحب حد بيتقبله زي ما هو، ما بيحاولش يغير في حاجه، عينه دايما بتشوف عيوب حبيبه ومميزات، فما بالك باللي خلقت عيوب ملهاش وجود واستعانت بحد يصلحها. وهريت الطريقه دي ادميه. عاليه، اطلعي بره حياتي، انا مش عايزك تاني. وهتخليها هي مش كده؟ والله انا حر بقى. وبعدين انت زعلانه ليه؟ ده حتى انت سبب المعرفه. خلص كلامه واتصل على حماه وحكاله كل حاجة لأول مرة، حكاله كل غلطات بنته السابقة وختمها بالكبيرة، وكل ده حماه كان سمعه وساكت، مش لاقي كلام يقوله ولا يدافع عنها بيه. أما حازم فبعد ما خلص قال لحماه: بص يا عمي، انا هسيب الشقة كام يوم كده تكون عالية أخدت كل حاجاتها، ويبقى ليا كلام معاك عشان نخلص كل حاجة. رد عليه حماه وهو مكسور: براحتك يا ابني، اللي انت شايفه في مصلحتك اعمله. وفعلا حازم ساب الشقة وأخد هدومه ومشي، وساب عالية غرقانة في ندمها وحسرتها. أما نيفين فكانت متوقعة كل ده، بس هي خلاص ملكت قلبه وحاسة إنه مش هيقدر يستغنى عنها. وأول ما دخل عليها حازم الشقة وقال لها إنه عرف كل حاجة، بررت له فورا وقالت: أنا أغلط ومعترفة بغلطتي، بس يغفر لي إني حبيتك، إني ما هنش عليا تكون مع واحدة ما تستهلكش، واحدة شايفاك مش كفاية وعايزة تغيرك. إنما أنا... انت طالق. اتصدمت نيفين. انت طالق عشان غشاشة، عشان خاينة، عشان حقودة، طالق عشان استغلالية، عشان عاملة نفسك دكتورة وانت واحدة خربت بيوت. أنا مش خربت بيوت يا حازم، هي اللي كانت بتدور على خراب بيتها. أنا شفت قيمتك اللي هي مش شايفاها. أنا قدرتك وحبيتك. أنا شايفاك يا حازم، شايفاك، بس هي لأ، ومستعدة أوريك وسمعك كل حاجة عشان أثبت لك إنها ما تستهلكش. حازم بصلها باحتكار، وبعدها سابها وخرج وفضل يتمشى في الشوارع هايم على وشه ومش عارف يروح فين. وقع بين ايدين 2 ستات أسوأ من بعض، وكل واحدة دمرت فيه جزء. قعد ماشي شوية في الشوارع وراح عند واحد صاحبه قعد عنده لحد ما عالية سابت الشقة ورجع قعد فيها. وبدأت الأيام تمر وتبقى شهر و2. عالية خايفة تكلمه أحسن مكالمتها تقطع آخر خيط يربطها بيه وتخليه يطلقها. وحتى أبوها هو كمان مش راضي يكلم حازم، مش راضي يكلمه حتى عشان يعمل محاولة للصلح ما بينهم، خايف المحاولة تخليه ياخد قرار مأجله. لكن حازم عمل لهم مفاجأة ما كانوش متوقعينها. أما لقوه راح لهم فجأة وبدون مقدمات وقف قدام عالية وسألها: ها، لسه برضو شخصيتي مش عجباكي؟ لا والله عجباني، وكنت غلطانة لما سمعت كلام حد معرفوش، وغلطت لما اعتبرت طيبتك عيب، وغلطت لما طلعت أسرار بيتي لحد معرفوش. حقك عليا والله، دي آخر غلطة. أنا خلاص اتعلمت الدرس، اتعلمت إني ممشيش ورا كلام حد، واحمد ربنا على النعمة اللي معايا. طب حس كده بقى، ارجعي بيتك، بس اعملي حسابك إن دي آخر فرصة ليكي،
وبعدها مش هاخد لحظة تفكير في إن أطلقك. أرجعك عشان بنتنا اللي اتصلت بيا وصوتها قطع قلبي. بس خلي كلامي يا عالية حلقة في ودنك، أنا راجع عشان بنتي، لما لو عليا أنا ما بقتش عايزك ولا شخصيتك بقت عجباني. ضحكت عالية وجريت عليه حضنته بفرحة ورجعت معاه بيتهم. ومن يومها وبقيت واحدة جديدة خالص، واحدة نظرتها للأمور أعمق وعرفت قيمة جوزها. والأهم إنها اتعلمت ما تثقش في أي حد من ورا شاشة تليفون، يقدر يقول أي حاجة ويكتب أي كذبة، والأغبياء بس هم اللي بيصدقوا. بس حازم كل ده لسه مرجعش معاها زي الأول، بيعاملها بما يرضي الله لأن دي أخلاقه، بس من جواه اتغير فعلا من ناحيتها بعد ما كان بيتعامل معاها طول عمره بصدق وقلب صافي.